ينفعش الكلام ده يا دكتوره. ايا كان المبرر، انا عارف ان ردها لما تسمعني دلوقتي هتقول لا ده تامر بيهاجمني بطريقه عمياء ومش فاهم. انا كنت بقول هذا الكلام عشان افهم الشباب اللي بيستقوا معلوماتهم وثقافتهم الجنسيه من هذه الافلام ان الافلام دي ليست كما تبدو. انا مش قضيتي الكلام ده. واذا كنت عايزه تقولي الكلام ده تقوليه كعنوان كده زي ما انا قلت. يجب على الشباب الا يستقوا مصادر ثقافتهم الجنسية من الأفلام الثقافية أو الأفلام الإباحية أو الأفلام الجنسية لأنها مزورة أو لأنها كلها فيك يعني مصطنعة أو كذا. فول ستوب. لكن أخش في التفاصيل وأقول المشهد اللي بتشوف دقيقتين بيتصور في 3 أيام لأنه بيتجاب الوضع من هنا وزاوية الكاميرا من هنا ومش عارف إيه، وبعد كده حتى الحاجات اللي بتنبهروا بيها مش عارف إيه دي عبارة عن، وبتشرح شرح لطم على الوش لطم على الوش. يعني وانا قاعد لوحدي راجل اهو بشنبات في الليفنج روم في اوضه المعيشه بتاعتي في البيت وهي بتتكلم وانا بتفرج بتاع عمال ابص على كده لحسن مراتي تخش عليها فجاه فتظبطني بتفرج عليها بقب. يعني لو امي دخلت عليا تقول لي ايه يا تامر وانا في الاربعينات كده هتقول لي ايه يا تامر انت بتتفرج عليه ده؟ اقول لها ايه ساعتها؟ دي ثقافه؟ يا جماعه ابوس ايديكم. الناس مش ناقصه اباحه، كفايه الاباحه اللي احنا بنحاربها كمان.